أكتب قصيدة لعدة أسباب. يعني السبب الأول هو لكي أزداد فهما لنفسي. من أنا؟ أنا لا أعرف من أنا، ولحسن الحظ أيضا، لأن لو عرفت فعلا من أنا لأصبحت شيئا آخر، حجرا أو شيئا جامدا. ولكي السبب الثاني لكي أفهم الآخر. من هذا الآخر الذي أعيش معه أو أصادقه أو أتحدث معه فكريا أو فلسفيا أو نعيش معه في مدينة واحدة أو في عالم واحد؟ هذا الآخر من هو أيضا؟ الهوية في موروثنا الثقافي وفي حياتنا اليومية هي نوع من الوراثة. يعني الإنسان يرث هويته كما يرث بيته أو كما يرث ما تركه له أبوه أو عائلته. وهذا أدنى مستوى من مستويات الهوية، بمعنى أنها جواب. الإنسان لا يعرف نفسه، والسؤال الذي شكك في هذه الهوية الموروثة الأول جاء من المتصوفة، من العلاقة بالآخر. تعرفي الآخر بالنسبة لموروثنا الثقافي وبشكل خاص الموروث الديني هو موضع شك. يعني إما أن يكون من ديننا وإما أن يكون موضع تساؤل، موضع شك. وليس الإسلام وحده هكذا، وإنما الأديان الأخرى الوحدانية اليهودية والمسيحية هي أيضا إلى حد ما مشابهة لما في عندنا في الإسلام. والفرق بين دين وآخر هو فرق في الدرجة وليس في النوع. ليس هناك هوية. الهوية ليس هناك هوية جاهزة. الهوية تبتكر يوميا، تبنى، والإنسان يبتكر هويته فيما يبتكر أعماله وفيما يبتكر أفكاره. وإذا الآخر ليس مجرد إنسان نحاوره، وإنما هو بنية، يعني جزء من بنية الهوية. فالذات لا تكتمل إلا بالآخر. وأظن أن العلاقة بين المرأة والرجل، الحب مثلا، الحب هو خلق هذه الهوية الجديدة بين اثنين وجعلهما واحدا. والآخر على المستوى الثقافي هو خلق هذه الهوية المشتركة بين الذات والآخر، وجعل الآخر أيا كان هذا الآخر، بالعكس بقدر ما يكون مختلفا يكون قريبا. الإنسان حتى عندما يحلم أنه يسافر نحو نفسه لا بد له ولن يصل إلى نفسه إلا عبر الآخر.